Audio Jungle. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل قاعه الاليزيه وبفندق 6 اكتوبر وايفنت ابلكيشن كوافير لحد البيت، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بخبيره ومعالجه الشعر زينب محمود. اهلا وسهلا بيكي، اهلا بحضرتك. منوره الدنيا. نور حضرتك. احكي لنا قبل ما نخش طبعا على الشغل بتاعك الجميل دوت. انت النهارده حضرتي من اول الايفنت، طبعا في منتجات وحاجات جميله. احكي لنا ايه اللي لفت انتباهك؟ لفت انتباهي الشغل كويس والماده كويسه وجودتها كويسه في الشغل والمكان كويس والاستقبال كويس جدا. حاجات كتير طبعا لفت النظر انها كويس. انفيتيشن ليكي لا طبعا. تاني؟ تاني. ايه الاختلاف من الموسم اللي فات والموسم دوت؟ جودة الشغل ده يعني تم فيه تطور أكتر من الأول، والجودة بقت تطلع أحسن من الأول بكتير، وبقى فيه اهتمام بيها عامة، وبقى فيها يعني أسهل، يعني الأحسن منها إن هي المادة اللي قبل كده إن أنا اشتغلت بيها. انا هقدمك بقى دلوقتي، تحبي تقدمي لنا الانسه الصغننه دي؟ مع الشغل بتاعك. شغالة بهير ستايل. واشرحي بايدك. شغالة بهير ستايل، وطبعا المادة دي شغالة بقى لي 6 سنين، وكل جودتها طالعة معايا كويسة عن المواد اللي كنت بشتغل بيها قبل كده، وكويس ان هو بيطلع لي هير ستايل. لسه نازل جديد؟ لا، هو بقى لي كتير شغالة بيه. تمام. فطبعا مطلعني عن ما كنت بشتغل في المواد القديمة. قبل كده. دي مطلعة معايا الشغل كويس جدا، يعني اهم حاجة ان هي بتطلع لي ان الشعر متعالي كويس وطالع صحي. لما بيرجع بعد الفرد بيطلع بطريقه كويسه وجوده كويسه، ومفيش تساقط، مفيش هيشان، بنفس التجاعيد مثلا ما بترجعش تاني زي الاول. ما بترجعش. الشعر بيرجع صحي وكويس عن الاول. دي الحاله اللي شغاله بيها النهارده ولا اكتر من حاله؟ لا، اشتغلت النهارده دي او الحاله اللي اشتغلتها. انما انا فاتحه مكان طبعا، وبقالي فتره شغاله بالماده ديت، وبشتغل معايا الحوامل ومعايا الاطفال، ولو في شعر مسبوغ ومتهالك بيعالج معايا الشعر. كلمه للاعلام احمد جوده وعلي بنزيمه والاعلاميه خلود، تحب تقول لهم ايه؟ طبعا الاستاذ احمد غني عن التعريف بشغله كويس، وكل ماده خدتها منه عامه، وعلمني حاجات كتير واستفدت من الماده بتاعته كتير جدا. يعني اكتر حاجه استفدت بيها انها بتطلع لي جوده الشعر. طب ممكن بقى تلفتي انتباهك كده للكاميرا كده عشان الناس برضو تشوفك؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ هلا مصطفى. اول حضور ليك النهارده؟ اه. مين اللي جايبك النهارده في الانفيتيشن؟ استاذه زينب محمود. استاذه زينب اللي جاب لك الدعوه، استاذ احمد جوده، وجاكم انتوا الاثنين صح؟ اه. وقالت لك تعالي بقى معانا النهارده؟ اه. فرحانه مبسوطه؟ اه. ايه اللي عجبك النهارده؟ شعري اتغير عن الاول بكتير. حسيتي في فرق؟ اه. عن اي حد؟ مم. استاذ زينب عامله شغل معاكي تقولي لها ايه؟ شكرا ليها. تحبي تشكري لحد مسؤول من المهرجان النهارده، استاذ احمد جوده، استاذ علي بنزيمه، اعلاميه خلود، تقول لهم ايه؟ شكرا لكم على الاستقبال الجيد. واحنا متشكرين، والف الف مبروك على التكريم النهارده. الله يبارك في حضرتك. وان شاء الله لينا لقاء اخر تاني مع بعض. شكرا ليكي يا استاذه زينب. شكرا. تحياتي. شكرا. عفوا.